ونكملوا مع الوصفات الصيفيه. اليوم فيها ساندويتش بالخبز السوري والكبده تاع الدجاج. تبع معايا سنبداو بالخبز. في البول تاع العجانه كاس ونص ما دافي، 2 مغارف كبار خميره الخبز، مغرفه كبيره السكر، 2 مغارف كبار فرينه وتخلطوا. بعد زيدوا لهم 2 مغارف زيت، بعد زيدوا لهم باقي كميه الفرينه مع مغرفه كبيره ملح. انا درت هنا 500 غرام فرينه. تخلطوهم بعد تعجنوه حتى تشكل عندكم عجينه طريه وملساء. تغطيو عليها وتخليوها تخمر نصف ساعه. ونبدا نوجدوا الحشو تاعنا. راح نديروها بكبد الدجاج. بعد ما غسلت كبد الدجاج مليح درت له ملح والتوابل اللي نخلي لكم مكتوبين بالتفصيل تحت الفيديو. وفي مقله مع 2 مغارف كبار زيت قليته. بعد ما تقلى نحيته في نفس المقله، زدت شويه زيت وذبلت فيها الفلفل الالوان اللي عندي. تقدروا تستعملوا فلفل اخضر وفلفل حار اذا ما عندكمش فلفل الوان. اذا بل تعاودوا تخلطوا فيه هذاك الكبد اللي طيبتوه. ودوكا تكون العجينه تاعنا خمرت، تقسموها وتشكلوا منها 10 دوائر وتقرصوها على 1 سنتيمتر، تغطيوها وتخلوها تخمر نصف ساعه اخرى. بعد ما تخمر ديريكت على طاوله طاجين تحطوها طيب على نار تكون قويه في البدايه، من بعد لازم مره على مره تقلبوها وتحركوها كيما راكم تشوفوا في الفيديو حتى تبدا تشكل فقاعات وتنتفخ. وعندكم لا تثقبوها، تبقاو تحركوا فيها حتى تولي تتحمر من جهتين كيما راكم تشوفوا. هذه الكميه تاع العجين درت ليه 10 حبات خبيزات متوسطين. بعد ما طابت قسمت حبه خبيزه على زوج، كل طرف درت كميه من الحشو تاع الكبد. وصفه سهله وبينه بزاف، لازم تجربوها وتبارطاجيو الوصفه مع صحاباتكم. قبل ما تروحوا قولوا لي في الكومنت واش راكم في سلسله الوصفات الصيفيه اللي درناها السنه، واش حابين السلسله الجايه تكون. وسلام.